يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في أماكن في العالم مخبية حاجات وتفاصيل لو شفتها بعينك مش هتصدق إنها موجودة. هنبدأ من نيجيريا ونشوف أغرب تقاليد الأفراح اللي مستحيل تتخيلها، ومنها هنروح لمكان مجهول في الشيشان وسط زحمة مرعبة وحركات غريبة بتهز الأرض. ومش بس كده، هتشوف الوجع اللي بجد وتمن الغلطة اللي بتدفع تمنها من جلدك تحت النار. وفي الآخر هنشوف المستقبل وهو بيتحرك قدامنا بملامح روبوتات كأنها طالعة من كوابيس الخيال العلمي. ركز في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه النهاردة مش هيتكرر تاني. ويلا بينا. تعال بقى النهاردة نروح نيجيريا ونشوف أغرب التقاليد اللي بيعملوها يوم الفرح، ولما هتشوفه هتستغرب ومش هتصدق اللي بيحصل. العروسة يوم الفرح لازم تقعد على رجل أبو العريس بالطريقة اللي انت شايفها قدامك علشان يكون راضي عليها. وعلى فكرة بقى، الحركة دي مش معمولة كده وخلاص، دي عند قبايل هناك معناها ان العروسة خلاص دخلت العيلة وبقت واحدة منهم، وبقعدتها دي بتبين تقديرها وطاعتها لكبير البيت اللي هتعيش فيه. والمجتمع هناك بيعتبر ان تنفيذ العادة دي هو الضمان الوحيد لاستمرار الجواز وحماية البيت من أي حسد أو مشاكل ممكن تحصل بعدين. سيبك بقى من أفراح نيجيريا وتعال نروح الشيشان نشوف العجب. تعال بقى أوريك أغرب الطقوس الدينية اللي موجودة في الشيشان واللي بتتعمل كل سنة وتحديدا في أيام عاشوراء. المشهد اللي انت شايفه ده يا سيدي بيجمع مئات الناس عشان يلفوا في حلقات سريعة جدا وهم بيرددوا الأفكار، والحركات دي بيسموها الذكر. وخد الكبيرة بقى، الطقوس دي مش حكر على الشيشان بس، دي موجودة كمان في دول تانية زي تركيا وليها أشكال تانية كتير، والناس بتسافر مخصوص من كل مكان عشان تحضرها وتشوف الهيبة والطاقة اللي بتطلع من حلقات الذكر الجماعية دي، لأنها بتعتبر تجربة فريدة بتهز المشاعر وتخطف العقول. سيبك بقى من حلقات الذكر وتعال نشوف وجع إزالة الوشم بالليزر. تعال بقى أوريك العملية اللي بتعذب ناس كتير واللي بيكون أولها وآخرها غلطة منك انت. أيوة يا سيدي، الغلطة اللي انت بتعملها إنك بترسم وشم على جسمك، وعلشان تشيله لازم تعمل العملية اللي انت شايفها قدامك. والمعلومة هنا إن الموضوع مش مجرد جلسة وخلاص، ده انت ممكن تحتاج شهور وسنين علشان الجلد يرجع لطبيعته، وخصوصا لو بتستخدم تقنيات زي الكيو سويتش ليزر اللي بيفتت الحبر بدقة. وكمان التكلفة بتبقى أضعاف تمن الوشم نفسه، يعني الغلطة في الموضوع ده تمنها غالي قوي وصعب يتصلح بسهولة. سيبك بقى من وجع الليزر وتعال نشوف كسر المستحيل في جينيس. تعال بقى أوريك أغرب راجل قدر يكسر كل الأرقام القياسية ويدخل موسوعة جينيس. الراجل اللي معانا النهاردة بيقدر يعمل حركات بإيده بيكسر بيها أي حاجة، ده حتى بيكسر ثمار الجوز وكأنه بيكسر حتة كرتون. والمفاجأة بقى إن الراجل ده اسمه أبيشيك شوكي، وبيعتمد على تكنيك صيني قديم اسمه ايرون بالم أو الكف الحديدي، وده تمرين بيخلي العظم والأعصاب في إيده أقوى من الخشب نفسه. والراجل ده مش بيكسر أي حاجة وخلاص، ده متخصص في كسر ثمار الجوز أو عين الجمل بقبضة إيده بس، وقدر يكسر مئات الحبات في دقايق معدودة، لدرجة إن مفيش حد في العالم قادر يقرب منه لحد النهاردة. سيبك بقى من قوة البشر وتعال نشوف التكنولوجيا اللي بدأت تنافسنا في كل حاجة. تعال بقى أوريك المراحل اللي بيتطور بيها الإنسان الآلي أو الروبوت زي ما احنا بنقول عليه، ولما هتشوفه كأنك هتتفرج على فيلم خيال علمي. أيوة يا سيدي، الإنسان الآلي دلوقتي بيجري وبيتحرك وكأنه حقيقي، وهو فعلا بقى حقيقي وموجود دلوقتي في أماكن كتير، يعني هتلاقيه في الصين وفي اليابان وفي دول أوروبا. واللي هيصدمك إن في روبوتات دلوقتي زي أتلس بقت بتقدر تعمل حركات باك فليب وشقلباظات أصعب من اللي بيعملها لعيبة الجمباز. والموضوع ما بقاش مجرد حركة وبس، ده الذكاء الاصطناعي خلاهم يقدروا ياخدوا قرارات في أجزاء من الثانية، يعني المستقبل اللي كنا بنشوفه في الأفلام بقى واقع وبيمشي وسطنا. سيبك بقى من الذكاء الاصطناعي وتعال نشوف بشر قدراتهم فوق الطبيعة. لو انت بقى فكرت انك ترفع حاجة تقيلة من على الأرض ممكن تتعب جدا وممكن كمان تعمل لك إصابة، ولكن رونالد شتادلر اللي معانا النهاردة كسر كل حاجة انت بتعرفها عن المنطق، لدرجة انه بيقدر يرفع 150 كيلو من على الأرض لوحده. واللي هيخليك تنبهر فعلا ان العلماء قدروا ان الضغط اللي بيتعرض له العمود الفقري والمفاصل في رفعة زي دي بيعادل تقريبا وزن فيل صغير، يعني غلطة واحدة في التوازن ممكن تنهي مسيرة أي رياضي. لكن رونالد بيثبت إن قدرة الإنسان العضلية مفيش ليها حدود. تعال بقى أوريك أغرب حاجة ممكن تشوفها، وهي جنازات نيجيريا في أفريقيا. الموضوع هناك يا سيدي بيقلب الموازين، لأننا كلنا عارفين إن الجنازة يعني دموع وحزن، لكن في نيجيريا الوضع مختلف. الجنازة هناك يعني فرح، أيوة زي ما أنت شايف كده، طبل وزغاريط ورقص بالنعش كمان، وده اللي بيخلي أي حد يشوفهم يتصدم.
واللي لازم تعرفه إن الموضوع هناك قلب تجارة وليها شركات مخصوصة، والناس بتدفع مبالغ خيالية للفرق دي عشان يزفوا الميت زفة الوداع. هم مؤمنين إن اللي بيموت ده بيبدأ حياة تانية، وعشان كده لازم يخرج من الدنيا وهو عريس والكل فرحان له، والرقص ده هو اللي بيفتح له أبواب السعادة في العالم التاني. سيبك بقى من رقص أفريقيا وتعال نشوف فن وسرعة السلاح. تعال بقى أوريك أصعب حاجة ممكن يتعلمها أي حد، وهي تركيب السلاح أو فكه كمان. الموضوع ده يا سيدي بيتعلمه العساكر في الجيش، وكل اللي عليك إنك تفك السلاح وتركبه في أسرع وقت ممكن. وعلى فكرة الموضوع ده صعب جدا ولازم يحتاج سرعة، والمعلومة هنا إن العملية دي عالميا بيسموها الفيلد ستريبنج، ودي واحدة من أهم المهارات الأساسية لأي حد بيشيل سلاح في العالم، لأنها ببساطة هي اللي بتضمن إن السلاح يفضل شغال وما يعطلش منك في وقت الشدة. الفكرة مش بس في السرعة، الفكرة إنك تكون حافظ تفاصيل الموتور بتاع السلاح وحركته والميكانيكا بتاعته، عشان لو حصل أي عطل مفاجئ وسط المعركة تقدر ترجعه الخدمة في ثواني. سيبك من الحديد والنار وتعال نشوف المعجزات وهي في المية. لو انت بقى فاكر ان موضوع السباحة صعب، فحب اقولك انك غلطان. الموضوع يا سيدي اسهل مما تتخيل، لدرجة ان في مدارس دلوقتي بتعلم الاطفال الرضع من اول سنة عشان يتعودوا على المية. واللي هيصدمك هنا ان العملية دي عالميا بيسموها الانفنت سويمنج ريسورس، والسر فيها ان الاطفال في السن ده بيكون عندهم رد فعل غريزي بيخليهم يكتموا نفسهم ويفتحوا عينيهم تحت المية بالفطرة. والتدريب ده مش بس تعليم سباحة، ده بيعتبر أهم وسيلة لإنقاذ حياتهم وحمايتهم من الغرق في السن الصغير ده. سيبك بقى من بلبطة المية وتعال نشوف تحدي محتاج أعصاب حديد. تعال بقى أوريك أغرب تحدي ممكن يعمله أي حد، والتحدي اللي معانا النهاردة بيسموه تحدي الكوباية. والكوباية اللي انت شايفها دي يا سيدي وزنها بيتخطى 20 كيلو، وكل اللي عليك انك هترفعها بإيدك بالطريقة اللي انت شايفها قدامك دي. واللي لازم تعرفه ان التحدي ده عالميا بيسموه static hold challenge، والسر فيه مش بس في قوة عضلاتك، السر كله في الثبات الانفعالي وقوة أعصابك اللي بتمسك الوزن ده ضد الجاذبية. الصدمة بجد ان بعد أول 20 ثانية عقلك بيبدأ يبعت إشارات لجسمك انه استسلم. سيبك بقى من تحدي الأعصاب وتعال نشوف تكنولوجيا بتغير الحياة. تعال بقى أوريك أغرب جهاز هيفيد كل الناس، والجهاز اللي معانا النهاردة جهاز حديث جدا وهينفع الناس اللي عندها إعاقة أو الناس اللي عندها شلل، علشان هتقدر تدخل جواه وهيتحرك بيهم وكأنهم بيتحركوا حركة طبيعية جدا. والمعلومة هنا إن الجهاز ده بيسموه عالميا الإكسوسكيلتون أو الهيكل الخارجي، والسر فيه إنه مش مجرد كرسي بعجل، ده بيشتغل بحساسات ذكية بتقرأ إشارات الجسم وبتحولها لحركة حقيقية. يعني الشخص اللي مش قادر يمشي، الجهاز ده بيبقى هو عضلاته وعظمه اللي بره جسمه، وبيرجع له الأمل إنه يقف على رجله من جديد. سيبك بقى من حركة الأجهزة وتعال نشوف ليونة أطفال مرعبة. تعال بقى أوريك أغرب الأطفال اللي موجودة في العالم واللي بتقدر تتحكم في جسمها وكأنها حتة من العجين. أيوة يا سيدي، الأطفال دي عندها ليونة في الجسم لدرجة رهيبة جدا، واللي لازم تعرفوا إن الحالة دي في العلم بيسموها هايبر موبيليتي أو المرونة المفرطة، والسر بيبقى في طفرة جينية بتخلي الأربطة والأنسجة عندهم لينة جدا لدرجة إن مفاصلهم تقدر تتحرك في زوايا مستحيلة لأي إنسان طبيعي. الصدمة بجد إن في أطفال منهم بيوصلوا لمرحلة الكونتورشنزم أو فن طي الجسم، ودول جسمهم مش بس بيبقى زي العجين، لأ ده عقلك ما بيقدرش يستوعب فين العظم وفين المفاصل من كتر ما الحركات دي ضد قوانين الطبيعة. وبس كده يا سيدي، وصلنا لنهاية الحلقة وشفنا مع بعض أغرب حاجات ممكن تحصل في العالم. لو عجبك النوع ده من الفيديوهات ما تنساش اللايك المتين عشان اللي جاي أغرب بكتير. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام.